السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نبتدي ونعمل كحك العيد. هنعمله بطريقه سهله ومقادير بسيطه جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معايا كيلو دقيق يكون منخول، دقيق متعدد الاغراض او دقيق متخصص للكحك والبسكوت. انا جايبه متعدد الاغراض عادي من عند العلاف السايب العادي، ولازم انخله. ومعايا 550 جرام سمنه، يعني نص كيلو ومعلقتين كبار. انا عامله نص سمنه بلدي ونص سمنه عاديه. ومعايا 3 معالق كبيره سكر بودر، و3 معالق كبيره سمسم، ومعلقه كبيره بهارات الكحك، ونص معلقه صغيره خميره، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. ومعايا كوبايه الا ربع ميه تكون دافيه. اول حاجه هاخد الخميره واحطها على الميه، اقلبها واسيبها على جنب. وهجيب كسرولة واحط فيها السمنه، علشان انا مش هقدح السمنه، انا هعمل الكحك بتاعي على البارد. بس هسيحه مجرد ان السمنه بتاعتي هتسيح. عقبال بقى ما السمنه تسيح معانا، هجيب بوله كبيره واحط فيها كيلو دقيق، ولازم الدقيق يكون منخول، واحط عليه رشه ملح. الملح دي مهمة جدا في العجينة بتاعتنا. واقلبه كده مع الدقيق. بعد كده احط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، واروح مقلباه برضو. وبعد كده اروح حاطة 3 معالق كبار سكر بودر، وبرضو اروح مقلباه. بعد كده اروح عاملة حفرة بقى كده في النص، احط فيها السمسم. علشان السمنة احطها، السمنة طبعا وهي بتسيح بتبقى دافية، يعني سخنت بس ما غليتش. اروح حطها على السمسم، بتحمص السمسم. واحط معاها كمان معلقه بهارات الكحك، واقلب بقى كل ده مع بعض بقى. ريحه الكحك ابتدت تطلع، البهارات الكحك ريحتها حلوه جدا. نقلب بقى كل ده ونخلي بالنا عشان السمنه لو تكون سخنه، هي دافيه مش سخنه. بس خلي بالك عشان لو انت سخنتيها ولا حاجه. هنقلب كل ده بالمعلقه. بعد كده بقى اقعد بقى ايه، اقلب بقى بايدي، واعجن بقى العجينه بتاعتي. اعجن بقى دلوقتي العجينه بتاعتي براحتي، طالما لسه ما حطيتش الميه اعجن براحتي. لكن عشان اول ما احط الميه مفيش عجن خالص. هي دلوقتي اعجن بقى في العجينه كده، ادخل كل المواد مع بعض. بعد كده ابس العجينه. ابس العجينه يعني احطها ما بين ايديا الاتنين، ادعكها كده ما بين ايديا الاتنين. الحركه دي بتخلي الكحكايه ناعمه في البق وبتدوب، بتبقى حلوه جدا. اقعد كده ابس لغايه ما احس ان العجينه معايا بقت ناعمه. لما الاقي بقى العجينه نعمت معايا كويس قوي، ابتدي بقى احط الميه بالخميره. احط شويه شويه، احط شويه منها، وابتدي بقى ما اعجنش. اول ما اجي احط الميه العجينه ما تتعجنش. لو عجنتي الكحك بتاعك هيطلع ناشف جدا. احنا ما نعجنش، احنا مجرد ان احنا بس بنلم العجينه، والميه ما تكترش. يعني من نص كوبايه لكوبايه الا ربع بالكتير. انا اخدت معايا كوبايه الا ربع. ما تحطيش ميه كتير. انت بقى لو بتحبي الكحك بتاعك يدوب كده في البق ويبقى ناعم، حطي من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. لو حباه ان هو يكون ناشف، حطي بقى كوبايه بحالها. العجينه بقت حلوه جدا معايا. اخد حته كده اجربها، اعملها بالبصمه. حلوه جدا. اسيبها ترتاح 10 دقايق بس ما تخمرش. ونحضر بقى الحشو بتاعنا زي ما انت عايزه. معايا عجوه ومعايا ملبن. بصراحه هما طريين، معايا الملبن والعجوه طريين، بس انا هطريهم اكتر عشان ما ينشفوش في الفرن. احط على العجوه والملبن كل واحد احط عليه معلقه سمنه وشويه سمسم، وادعكهم كده ببعض. وبعد كده الفهم بقى رول، واقطعهم قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، عشان اسهل على نفسي وانا بشكل الكحك. ابتدي بقى اشكل الكحك بتاعنا. معايا البصامه ومعايا المنقاش. هجيب الصينيه وابتدي بقى ايه اقطع العجينه. انا ما بحبش الكحكايه تبقى كبيره. انا هعملها، انا حاطه الميزان جنبي. هعمل الكحكايه بتاعتي 22 جرام، تبقى صغيره كده وحلوه. وهوزن العجينه كلها عشان كله يطلع مقاس واحد. شايفين؟ كورت كده اخد حته حته، واروح مبططاها واحط فيها حته العجوه او الملبن. بعد كده اكورها ما بين ايديا زي ما انتوا شايفين، واعملها بالبصمه. خلصت بقى الصاج بتاع البصمه. بعد كده عملت بقى على هيئه فرع شجره. خليت العجوه بتاعتي، عملت حته كده زي رول طويل صغير،
رحت حطاها في نص العجينة ولفتها برضو، عملتها كده العجينة زي بالطول. بعد كده عملتها بقى ايه، زي فرع الشجرة زي ما انتوا شايفين. بقى اشكل اي اشكال بتحبيها. هشكل بقى بالمنقاش، شايفين بعمل يعني بصوا انتوا شايفين انا بعمل ازاي. الاشكال كتيرة وشكلي زي ما انت عايزة. اشكال حلوة جدا وسهلة قوي. شايفين العجينة معانا حلوة جدا جدا، والكحكاية صغيرة يا دوبك تقطمي قطمة والتانية او تحطيها كلها على بقك وتبقى ناعمة وحلوة جدا. طبعا الصينية اللي اخلصها اغطيها كده عشان ما تنشفش من فوق، عقبال ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. كده خلصت الكمية بتاعتي بقى كلها. ابتدي بقى اشغل الفرن على درجة حرارة 170 180، وادخل بقى واطلع. مش هيقعد معانا 10 دقايق. الكعك بعد ما طلع معانا من الفرن، الله على الجمال. الريحة بقى مالية البيت. ما نجيش ناحيته خالص، ما نطلعوش من الصواني، نسيبه في الصينية لغاية ما يبرد خالص. ما ينفعش نطلعه دلوقتي خالص، لازم يبرد. الكعك بتاعنا بقى بعد ما برد، الله على الجمال. شايفين رشيت عليه بقى شوية سكر من فوق. الله على الجمال. شايفين ناعم وحلو جدا، والنقشة بتاعته موجودة زي ما هي، لا راحت ولا حاجة، لأن المقادير بتاعتنا مظبوطة. وأهم حاجة المية ما تزيدش. الكحكة معايا ناعمة وبتدوب في البق وتحفة. يلا بقى اعملوا الكحك بتاعكم وجربوا واعملوه بالمقادير دي، هيعجبكم جدا. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.